يا مساء الفل يا شباب. النهاردة هنتكلم عن غلطة كده. الغلطة دي كتير جدا مننا بيعملها، خصوصا لو كان لسه بيبتدي في فلاتر، إلى جانب إن أنا شفت بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم خبرة سنة أو أكتر لسه بيعملوا نفس الغلطة دي. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للتشانل وتفعل زر الجرس وتسيب لي رأيك في الكومنتس، وطبعا لو عندك أي توتوريال برضه قولي عليها في الكومنتس. النهاردة بقى يا شباب هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن الهيلبر ميثود والكاستم ويدجتس، يعني هنتكلم عن الفرق ما بينهم وانهي الافضل فعلا في الاستخدام. زي ما انت شايف انا هنا عندي يو اي بسيط، يعني انا عندي هنا ستيتلس ويدجت فيها الماتيريال اب، وبعد كده عندك سكافولد جواه ليست فيو بيلدر بتبني لي الايتم دي اكتر من مره، والايتم ما هي الا كارد فيها ليست ستايل في تكست ويدجت، والتكست ويدجت بتعرض الرقم بس مش اكتر، وطبعا جامع عليه واحد بحيث ان انا ابتدي من رقم واحد، عشان طبعا لو انا سبتها اندكس بس فابتدي من عند الصفر، وانا مش عايز كده، انا عايز اعد من الواحد، يعني عشان بس الشكل مش اكتر، لكن مش فارقة دلوقتي. المهم بقى تعالى نتكلم في الموضوع بتاعنا. انا دلوقتي جاي اكلمك النهارده عن الفرق ما بين الهيلبر ميثود والكاستم ويدجتس. طب يعني ايه الكلام ده اصلا؟ يعني دلوقتي في بعض الاوقات بنلاحظ ان انا مثلا عندي ويدجت كده كاستمايزد جدا، يعني مكونة من شوية حاجات كده، ليها لون، ليها تكست، ليها شكل كده معين، ممكن احتاجها في اماكن تانية. يعني وارد ان انا ممكن احتاج نفس الويدجت دي في اماكن تانية، وممكن كمان اكون انا عايز اعمل ريفاكتور للكود، بدل ما هي اخدة مساحة كده كبيرة، لا انا ممكن اعمل لها اكستراكت واعمل عملية ريفاكتور كده لطيفة، واستدعي اسمها بس مش اكتر، بحيث ان شكل الكود يبقى كويس ويسهل عليا قرايته. فطبعا لما باجي اعمل الحركه دي، يعني انا لو جيت هنا مثلا ضغطت كنترول دوت كده، فهيقول لي ان انت عندك اكتر من اوبشن. عندك مثلا ان انت تعمل اكستراكت از ميثود او ايه او ويدجت، يعني انا عندي الاتنين. تعال كده نجربهم واحده واحده. لو انا رحت هنا قلت خلي بالك انا عايز اعملها كميثود، فلو لاحظت هيقول لك اكتب لي اسم الميثود، فطبعا ممكن اكتب build custom card. طبعا لو ميثود بحب ابتدي دايما باسم build، تمام، لانها اكيد بتبني لي ويدجت يعني. فطبعا تعالى كده نضغط انتر، فزي ما انت شايف في ثواني حرفيا عمل لك اكستراكت والدنيا زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص. ودي اسرع طريقة ممكن تعمل بيها ريفاكتور للكود بالمنظر ده، يعني دي اسرع حاجة. ويمكن عشان كده كتير جدا من الشباب اللي لسه بتبتدي في فلاتر بتعمل الغلطة دي. وانا بقول غلطة لان هي غلطة فعلا، مفيش سبب يخليك ان انت تعمل كده. يعني تقدر تقول العيوب اللي بتاخدها من الحركة دي اكتر بكتير جدا من مميزاتها، فعشان كده المنظر ده بالنسبة لي ده منظر غلط يعني، تمام. بس هكلمك عن الموضوع ده بالتفصيل كمان شوية. يعني تعالى كده بقى نرجعها للمنظر الرئيسي بتاعها. تعالى ناخد الكار دي ونرجعها في المكان ده كده. وتعالى دلوقتي نفترض ان انا قررت ما اعملش اكستراكت هنا از كارد، لكن اخترت ويدجت. فطبعا بيقول لي اكتب اسم الويدجت، فهكتب كاستم كارد بالمنظر ده واضغط انتر. فزي ما انت شايف على خلاف البيلد بتاعتنا اللي هنا دي اللي هي الميثود، يعني هنا مديني ايرور بسيط، وبسبب عملية الاكستراكت اللي حصلت ان هو مستني الاندكس اساسا. فانت هنا مضطر تكتب كود اضافي شوية، ان انت تقول له خلي بالك انا هستقبل منك فاينل انتجر اسمه اندكس مثلا، واحط هنا سيمي كولن واستقبله في الكونستراكتور، واضطر اطلع فوق اقول له خلي بالك الاندكس بتاعك هيساوي الاندكس اللي جاي لك، مفيش اي مشكله خالص. لو لاحظت لما جيت اعمل اكستراكت از ويدجت الموضوع ما كانش مباشر قوي. في بعض الاوقات طبعا بيبقى مباشر، لكن برضه في بعض الحالات بيكون في شويه مشاكل، انت مضطر كده تكتب كود بايدك شويه عن طريق ان انت تستقبل بعض المتغيرات، ما بيبقاش عندك اكسس على ايه، اكسس على المتغيرات اللي موجوده هنا، على عكس الميثود انت بيبقى عندك اكسس عليهم، فبالتالي ممكن تعمل اكستراكت على طول، مفيش مشكله خالص. لكن بقى انا عايز اكلمك في نقطه هنا مهمه جدا، ان الحل ده أسوأ بكتير جدا من الحل اللي قدامك ده. يعني حرفيا الميزة الوحيدة اللي كانت هنا ان الموضوع كان اسرع بالنسبة لك، بس مفيش اي ميزة تانية. ما تخليش حد يقولك في مزايا تانية، مفيش نهائي. لان غير النقطة دي كمان ممكن بعض الاشخاص تقولك خلي بالك لا انت لو انشأت ميثود افضل من انت تنشئ لي ويدجت كاملة. انت هنا انشأت ويدجت، يعني بقى عندك ويدجت في التري، اكيد الكلاس ده تأثيره اكبر بكتير من تأثير ايه، من تأثير مجرد ميثود. لكن طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان انت لو انشأت ويدجت هيكون الطف، وهوضح لك ليه. يعني انا هقول لك اكتر من سبب. تعال نتكلم عن اول واهم سبب بالنسبة لنا.
الا وهو دلوقتي لو اضطرينا ان احنا نريبيلد اليو اي من جوه المكان ده. يعني فلنفترض لو انا هنا عندي مثلا جستر ديتكتور، ادي جستر ديتكتور كده، وعندي هنا اون تاب عاديه، تمام. تعالى كده نحط الاون تاب بتاعتنا. طبعا هيديني ايرور هنا عشان الريتيرن تايب بتاعنا كارد، فممكن نخليه ويدج دلوقتي عشان الايرور يختفي. ودلوقتي فلنفترض مثلا انا عايز استخدم هنا سيت ستيت، طبعا هضطر اخلي دي كلها ستيت في الويدجت. فتعالى كده نقول هنا ان دي ستيت في الويدجت، وهاجي في المكان ده مثلا احط السيت ستيت بتاعتي. فدي كده اول نقطة. انا طبعا دلوقتي فلنفترض يعني عندي حاجة في المكان ده بتتغير، فلنفترض فانا طبعا قررت خلاص بما ان انا عندي حاجة في المكان ده بتتغير، طب انا ممكن استخدم سيت ستيت. لكن خلي بالك انت دلوقتي مش جوه ويدجت، وعايزك تبقى فاهم سيت ستيت دي شغالة ازاي. ان هي بتفضل تدور على اقرب بيلد ميثود ليها، يعني بتطلع كده فوق، تطلع لغايه لما تخبط في البيلد ميثود دي، فبالتالي تبتدي تعمل ريبيلد لليو اي ده. فلو لاحظت ان هنا عملت بيلد لحاجات كتيره جدا غير الجزئيه دي، ودي طبعا مشكله، لان انت كده بتعمل ريبيلد لاجزاء كتيره من اليو اي انت مش محتاجها. يعني تخيل معايا الشاشه اللي قدامك دي، انت عمال تريبيلد الشاشه كلها، مع ان مثلا انت عندك بوتن هنا صغير كده انت بس عايز تعمل له هو ريبيلد مش اكتر. يعني بدل ما بتعمل ريبيلد للشاشه كلها بتعمل ريبيلد لجزء من الشاشه. ده اللي المفروض يحصل، يعني ده الصح اللي هو يحصل. وخلي بالك المشكله دي ممكن تحسها مش فارقه خالص، يعني ممكن تحس ان التاثير مش واضح، لكن ده لما بتيجي تنشئ تطبيقات صغيره. يعني انا بلاحظ جدا الموضوع ده. انت بتيجي تنشئ تطبيق صغير، فالتطبيق الصغير ده بيبقى شغال 100% ما فيهوش مشاكل خالص. انت طبعا حاسس بكده لان للاسف تأثير دي لوحدها مش ملحوظ، لكن لما يتكرر كتير جدا فبالتالي التأثير يبتدي يبقى ملحوظ. فلما تيجي تنشئ تطبيق كبير شوية تلاحظ بقى ان التطبيق بقى أبطأ كده، وفي شوية مشاكل عمالة تظهر معايا وإلى آخره. وده طبعا لأن انت عندك طريقة غلط انت بتتبعها، عمال تكرر نفس المشكلة. لكن طبعا لو انت جيت في المكان ده مثلا وحبيت هنا تحط جستر ديتكتور بالمنظر ده، وحطيت لي هنا اون تاب، وبعد كده مثلا فنفترض عايز تستخدم هنا سيت ستيت، فهتحول لي دي لستيت في الويدجت. تعالى كده نحولها، وهاجي في المكان ده احط سيت ستيت كده. فدلوقتي فلنفترض لو انا عايز اعمل ريبيلد هنا، اللي هيحصل ان انا هدور على اقرب بيلد ميثود ليا، فهخبط في مين يا شباب؟ هخبط في دي اللي انا هخبط فيها. فبالتالي دي بس اللي هيتعمل لها اللي هيتعمل لها ريبيلد. هل عندي حاجه تانية هيتعمل لها ريبيلد؟ لا، ما عنديش حاجه تانية هيتعمل لها ريبيلد. فبالتالي انا كده بعمل ريبيلد لجزء من الشاشه، مش الشاشه كلها، بعمل ريبيلد لجزء فقط لا غير. وطبعا الكلام ده بيبقى مهم جدا خصوصا لو انت كان عندك انيميشن. يعني تخيل مثلا لو انت كان عندك جزء من الشاشه كده في انيميشن شغال فيه، فطبعا الصح ان الجزء ده بس هو اللي عمال يتعمل له ريبيلد. لكن تخيل بقى معايا لو انت كاتب الكود بشكل غلط مثلا، والجزء اللي فيه الانيميشن محطوط على هيئه ميثود بالمنظر ده، وانت بتنادي سيت ستيت، فانت حرفيا بتروح تعمل ريبيلد لليو اي بالكامل. يعني انت عشان بس تبين الانيميشن ده انت عمال تعمل ريبيلد لكل اليو اي اللي عندك. انت كده حرفيا بتصعب الامور على نفسك بشكل كبير جدا، وبتخلي اداء التطبيق يقل بشكل ملحوظ. فده شيء طبعا مش لذيذ. يبقى بالنسبه لي اول واهم نقطه، لانها نقطه بتعدي علينا كتير جدا، ان دلوقتي لما انا اجي استخدم كاستم ويدجت واستخدم هنا هيلبر ميثود، فالكاستم ويدجت بتكون افضل، لان هي بتخلي اداء التطبيق بشكل عام يكون افضل لما باجي اعمل ريبيلد لليو اي بتاعي. الا طبعا كمان نقطه ان انت عندك لو كاستم ويدجت ليها كونستراكتور، فبالتالي لما تيجي تستدعيها في مكان تاني بيبقى عندك نسخه واحده، مش كل شويه بتنشئ واحده جديده. فده برضو شيء لطيف، انت برضو كده بتحسن من اداء التطبيق بتاعك. يعني دي كده برضو تقدر تقول عليها نقطه تانية. طبعا احنا ممكن نكتفي بالنقطتين دول، يعني هو خلاص كده النقطتين دول لوحديهم يخلونا نبعده خالص عن استخدام الهيلبر ميثود. دي كده اسمها هيلبر ميثود، نبعده خالص عنها. لكن في نقط تانية خلي بالك. يعني من النقط التانية اللي ممكن تحصل مثلا ان فلنفترض دلوقتي لو انا جيت على الكاستم كارد دي، تعالى كده ناخدها لوحدها ونحطها مثلا مكان الليست فيو كده، ونحط هنا رقم مثلا 5 او اي حاجه. ودلوقتي فلنفترض لاي سبب من الاسباب انت كنت مضطر ان انت تحط الكاستم كارد دي جوه بيلدر، تمام. البيلدر ده طبعا الهدف منه ان هو يوفر لك كونتكست جديد. يعني في بعض الاوقات بنبقى محتاجين كونتكست جديد. فطبعا دلوقتي فلنفترض يعني ان انا جيت مثلا بدل الكاستم كارد دي استدعيت البيلد كاستم كارد،
تمام. مفيش اي فرق خالص غير ان هي بتستقبل الاندكس بشكل مباشر، فتعالى كده نخليها بشكل مباشر ونشيل الكونست اللي هنا. تمام جدا لحد كده. هتقولي طب انت عايز توصل ليه يعني؟ هقول لك فلنفترض دلوقتي ان انا محتاج الكونتكست الجديد ده اللي قدامي هنا اللي انا استخدمت بيلدر عشان يوصل لي جوه البيلد كاستم كارد. هتقولي بكل بساطه انا هاجي في المكان ده هقول له خلي بالك انا عايز منك بيلد كونتكست، وهقول هنا كونتكست بالمنظر ده، واجي بكل بساطه هنا ممكن استخدمه زي مثلا جوه ميديا كويري اوف كونتكست كده. هتقول لي ايه الصعب في كده؟ يعني اظن الموضوع بسيط. هقول لك معلش استحملني ثواني بس. لو انا دلوقتي طبعا عايز احل الايرور هنا، فطبعا هديله الكونتكست في المكان ده وكده الايرور اختفى. لكن خلي بالك هنا في غلطة ممكن تحصل منك. لو انت دلوقتي من الاشخاص اللي بتكتب الكود، يعني في اشخاص ساعات بتكتب الكول باك دي مش بتظهر من الاقتراحات وخلاص، لا هم بيكتبوها بايديهم. فلنفترض انت اتلخبطت وغيرت اسم دي، كتبتها كده مثلا، هل هيحصل مشكلة؟ لا مش هيحصل مشكلة. هتقولي ليه؟ هقولك بكل بساطة لان انت اللي بتسمي اسم المتغير هنا ايا يكن التايب كان بتاعه ايه، لكن المتغير انت اللي ممكن تكتب اي حاجة حرفيا. يعني كلمة كونتكست دي هي مكتوبة كده، احنا ممكن نغيرها لو عايزين، لكن هو الاسم المتعارف عليه ده، فبالتالي احنا بنسيبه زي ما هو مش بنغيره. لكن هنا بقى حصلت مشكلة، يعني عايزك كده تاخد ثواني كده تفكر ايه المشكلة اللي حصلت. لو لاحظت المشكلة اللي حصلت ان انا بعت الكونتكست القديم. بص اهو، ده كده الكونتكست القديم مش اللي جاي لي منين، مش اللي جاي لي من المكان ده. فبالتالي لما تيجي تستخدم هنا الكونتكست انت كده بتستخدم كونتكست قديم مش الكونتكست الجديد اللي انت محتاجه فعلا. ده طبعا في حالة ان انت كنت محتاج تعمل حاجة زي كده، واللي وارد ممكن تكون عدت عليك قبل كده يعني. فطبعا وارد لما حاجة زي كده تحصل ان طبعا الكود ده يضرب معاك. طب يضرب معاك ليه؟ لان انت بتستخدم كونتكست غلط. وطبعا بقى هتاخد وقت كتير وتدور يمين وشمال لغاية لما توصل ان ايوه الاسم اللي هنا انا كاتبه ايه، كاتبه غلط. ودي على فكرة حاجة ممكن تاخد منك وقت كبير، لان انت عينك جايبه ان كلهم واحد حرفيا. يعني انا عيني دلوقتي جايباهم كلهم واحد، لو انا مش قايل من شويه ان انا كاتب الاسم ده غلط انا ما كنتش الاحظها. فبالتالي ليه تعرض نفسك لخطأ زي ده؟ يعني حتى لو كان سهل توصل لمكان الخطأ ده، بس ليه اساسا نعرض نفسنا لحاجه زي كده؟ ما انت من الاول لو مستخدم كاستم ويدجت فانت بالتالي مش محتاج اساسا كونتكست جديد، لان انت بالفعل عندك بيلد ميثود مدياك كونتكست جديد اهو. فانت مش محتاج تعمل حاجه زي كده، فيبقى انت وفرت على نفسك المجهود ده. مش مضطر تستخدم بيلدر بقى وتحط لي جواه البيلد ميثود بتاعتك، وبعد كده كمان تبقى عندك عرضه للاخطاء والكلام ده. انا مش محتاج اعمل كل الحاجات دي. دي طبعا نقطه ايه، نقطه اضافيه غير ايه، غير نقطه الاداء اللي اتكلمنا عنها من شويه. تمام. في نقط تانية ممكن نتكلم عنها، في نقط تانية طبعا ممكن نتكلم عنها لكن مش بالضروره. يعني انا شايف النقطتين دول كفايه ان هم يخلوك ما تستخدمش الهيلبر ميثود دي تاني. يعني ما تستخدمهاش نهائي. ما اشوفش بقى في كود انت عامل لي ميثود بتبني لي ويدجت بالمنظر ده. ما تعملش الحركه دي. اصل ليه بتعملها؟ مفيش فوائد حرفيا، كلها عيوب. الفايده الوحيده ان الموضوع ده بيبقى اسرع. ليه اسرع؟ عشان انت بيبقى عندك اكسس على المتغيرات اللي موجوده هنا على طول. يعني انت اي متغير هنا عندك اكسس عليه على طول، فبالتالي تقدر تعمل اكستراكت وانت مرتاح. لكن ممكن لو جيت تعمل اكستراكت از ويدجت تلاقيه بيقول لك مثلا في مشكله، او يعمل اكستراكت وتلاقي في ايرور فعلا وانت اللي تضطر تحله. بس مش مشكله، ممكن نكتب اكتر شويه لكن نتفادى الاخطاء اللي ممكن تظهر في المستقبل. ده هيكون الطف. احنا كده خلاص وصلنا لاخر الفيديو. دلوقتي هتلاقيني سايب لك بقى دي حاجه جديده كده انا حبيت اضيفها. هتلاقيني سايب لك الثلاثه توبيك اللي ممكن نتكلم عنهم المره اللي جايه، وعايزك تختار توبيك منهم وتقول لي عليه في الكومنتس تحت. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.